فطار يوم الجمعة دايمًا مختلف عن أي يوم تاني، خصوصًا بقى لو أخرتِ الفطور لبعد الصلاة وعملتِ فطار جامد زي ده، أكيد هيغنيكِ كمان عن الغدا، لأنه هيسد ويشبع لحد ميعاد العشا، وبكده هتبقي عملتِ أحلى أكلة اقتصادية طعمها تحفة، لأنها من أحلى الأكلات الشعبية اللي بنحبها، أكلة حرشة وطعمة. يالّا نشوف عملت إيه، وكمان هاقول لِك على سر البرطمان اللي عمري ما استغنى عنه، لأن هو بيعتبر أساس كل التتبيلات اللي باعملها. يالّا نسمي بالله ونشوف عملت إيه. في الكبة معايا راسين من التوم، 4 قرون كده من الفلفل الكُبّي، عايزة تزودي براحتك، حطيت كمان قرن من الفلفل الأحمر الحلو بيديها تسكيرة حلوة أوي، لو عندِك كريسة شطة خدت معلقة أو فلفل أحمر حامي، ربع فنجان من الخل وربع فنجان من عصير الليمون. حطيت بقى بالمعلقة الصغيرة كده معلقة من الكمون والكزبرة والشطة ومعلقة كبيرة من الملح وبس كده، خدتهم ضربتهم كويس بقى في الكبة وباعبيهم في برطمان، أهم حاجة البرطمان نضيف ومتعقم وناشف، وباحطه في الفريزر أطلّع منه على قد الاستخدام. دي بقى استخداماته كتير جدًا، جدًا، ده أساسي في كل تتبيلات الفراخ عندي، في كل تتبيلات الأسماك، سواء مقلية أو مشوية، في الجمبري أو الكابوريا. ويالّا نبدأ فطارنا. معايا حلة على النار فيها 3 بطاطسات مقطعاها مكعبات كده، معايا كمان بتنجانة وفلفلاية، ممكن طبعًا تشوي البتنجان في الفرن بس أنا باستسهل. أنا معايا حلة على النار حطيت فيها معلقة كبيرة من التوم المفروم وحبة زيت، أول ما التوم ابتدى يغيّر لون كده نزلت بقرن فلفل ومعاه معلقة صغيرة من هريسة الشطة، ابتدى ياخد لون حلو كده، حطيت عليه معلقتين كبار من الخل، وهانزل بطماطماية مقطعاها مكعبات صغيرة زي السلطة كده، هاسيبهم يغلوا دقيقتين 3 كده مع بعض وياخدوا من طعم بعض، ومعايا طماطماية ضرباها في الكبة نزلت بيها من غير ولا نقطة مَيّة، هاسيبهم يبقبقوا ويغلوا ويتسبكوا كده حلو مع بعض، هارُش عليهم بقى رشة من الكمون والكزبرة والشطة، والملح ونُص معلقة صغيرة من ال7 بهارات، سِبتهم يتسبكوا وحطيت عليها رشة بسيطة أوي، أوي من السكر، غلوتين وهانزل بالفول بتاعي، وهاحط ربع كوباية كده من المَيّة وهاسيبهم يغلوا بقى ويستووا مع بعض على نار هادية. ويالّا بينا نعمل بقى خلطة تحفة للبطاطس، بجد لو جربتِ خلطة البطاطس دي هتحبيها جدًا والولاد كمان هيحبوها. معايا حبة من الزيت، حطيت فيها معلقة كبيرة من التوم المفروم ومعلقة صغيرة من هريسة الشطة، لو بتحبي أكلِك spicy زوّدي. أول ما أخد لون كده نزلت بقرن فلفل أخضر، حامي، بارد براحتك، كمان أول ما غيّر لون كده هاطُشه بقى بمعلقتين كبار من الخل، واستخدمت الخلطة دي، حطيت من الخلطة أو التتبيلة اللي عملناها معلقة كبيرة من التتبيلة اللي عملناها في أول الفيديو، وكمان حطيت على الفول معلقة كبيرة من الخلطة دي، بتدّي طعم حلو أوي سواء للبطاطس أو للفول أو للبابا غنوج اللي هنعملوه كمان شوية. هاطُشّهم بقى بمعلقتين من الخل، ونزلت هنا بطماطمايه كده مقطعاها وسبتهم بقى يتسبكوا، وحطيت رشه كده من الفلفل الاسود والكمون والكزبره والشطه ونص معلقه صغيره من السبع بهارات، وقلبتهم كله كويس في بعضه، سبتهم هغطي عليهم الطماطم بس تاخد وتدي مع بعضها كده وتدبل شويه، وبعد كده نزلت عليهم بالبطاطس بعد ما استوت. البطاطس هنا ما تسيبهاش تتهري، انا يعني بطلعها ناقصه دقيقتين 3 كده، هي ما بتغيبش خالص على النار. هقلبها بقى تقلبتين غلوتين بالظبط وهطفي عليها، وفي الاخر بحط عليها كده عود من الكزبره الخضراء والشبت، وحطيت برضو على الفول. هاسيبهم يغلوا غلوه واحده بس وتقليبه وهطفي عليهم النار خلاص كده. بصي البطاطس دي لو جربتيها هتعجبك جدا، طعمها